لو ما تعرفش الفيديو بيتكلم عن ايه او ما تعرفش ايه هي البلاك بيل، بعد اذنك اقفل الفيديو. مفيش حاجه كويسه او فايده هتجيلك من معرفه المعلومات اللي هنقولها النهارده. الفيديو موجه للناس اللي بالفعل عارفه ايه هي الحبه السوداء واثرت على تفكيرهم ونمط حياتهم. السلام عليكم، انا مصطفى وائل. والبلاك بيل او الحبايه السوداء هي فلسفه بتقول لك ان الشيء الوحيد اللي بيفرق في احترام الناس لشخصك او انجذاب البنات ليك هو الشكل. عوامل متعلقه بالمظهر حصرا سواء في الوش او في الجسم هي اللي بتفرق شخص عن التاني، هي اللي بتخلي واحد يتقبل وغيره يترفض في اي جانب من جوانب الحياه، شغل، صداقه، منافسه، اي حاجه، ولكن بشكل خاص في العلاقات العاطفيه او اثاره اعجاب الطرف الاخر. وجدير بالذكر هنا ان البلاك بيل بيركز على عوامل جينيه مالكش تحكم فيها. يعني صحيح انك تعمل فورمه هيخلي شكلك احسن، بس الحبه السوداء بتقول لك ان تاثير الفورمه دي هيبقى ضئيل مقارنه بالعوامل الجينيه زي طول القامه، شكل العيون، حجم الفك، وطبعا الصلع الوراثي. يعني بمعنى اخر انت محكوم على علاقاتك كلها بالنجاح او الفشل من قبل ما تتولد، من اول ما حصل التلقيح، من اول ما جيناتك اتحددت. يعني باختصار كل حاجه محدده مسبقا ومفيش اي حاجه في ايدك تعملها، مفيش اي حاجه تقدر تغيرها. الفلسفه دي سلاح ذو حدين. لو بصيت للجانب الايجابي هتقول كويس ان انا عرفت ان المظهر مهم، هستخدم المعلومات دي في ان انا ازود فرصي في النجاح في الحياه عن طريق الاهتمام بشكلي. يعني ادي وقت ومجهود اكتر للبسي وشكلي وجسمي عشان اسيب انطباع كويس عند الناس، حاجه اتكلمنا عنها في فيديو المظهر اهم ولا الجوهر لو فاكره. ولو بصيت للجانب السلبي وقعدت تقيم كل حته في وشك من 10 هتلاقي نفسك مش محقق المواصفات الاسطوريه اللي مش موجوده غير في جيجا تشات، ومش هتلاقيها متمكسه حتى في انجح المودلز. ولو اهتميت قوي بالموضوع ممكن توصل للاكتئاب، لانك شايف حاجه انت مقتنع انها بتبوظ حياتك ومفيش في ايدك حاجه تعملها. احساس صعب، خصوصا لما تلاقي حد على النت كاتب لك لو فتحه مناخيرك اعرض من نص شنبك ارمي نفسك من الشباك. بس احنا لا هنتفائل قوي ولا هنتشائم قوي، احنا هنعرض الواقع زي ما هو سواء كان في حاجه في ايدك تعملها او لا. وبوجه عام انا جاي النهارده عشان ادي كام انتقاد لبعض المفاهيم اللي في الحبه السوداء او البلاك بيل ممكن تدمر حياه ناس وهي مش صح، او خلينا نقول مش صح قوي. السؤال الاول، هل البلاك بيل حقيقه ام خرافه؟ الاجابه حقيقه، شئت ام ابيت. احنا مش بنجمل الحقيقه هنا وانت متعود مني على الصراحه. صحيح الموضوع مش مخيف للدرجه زي ما نعرف قدام في الفيديو، لكن مفيش شك ان شكلك بيفرق في نظره الناس ليك وتعاملهم معاك، وده كنت اتكلمت عنه بالتفصيل قبل كده في فيديو الجوهر ولا المظهر، فيديو مهم جدا هسيب لينكه تحت في الوصف. انت نفسك بتتعامل مع الناس بشكل مختلف بناء على شكلهم. لو قدامك واحد ضخم وشكله غيبه ممكن تعديله كلمه ما كنتش هتعديها لواحد تاني جسمه هزيل ووشه منسون شويه. وانت نفسك ممكن تلقائيا تتعامل مع البنت الحلوه بشكل احسن من البنت الوحشه حتى لو مفيش اي حاجه في دماغك. مش كده وبس، ده انت ممكن تقول على واحده ان هي محترمه وفي حالها وبشوشه لمجرد ان ملامحها هاديه شويه، مع ان في الواقع شكلها الجيني ملوش اي علاقه بشخصيتها. وممكن اطيب بنت في العالم يكون شكلها شبه الساحره الشريره، لان مفيش اي علاقه بين جينات الشكل وبين الشخصيه. ومع اني عارف ده ومتيقن منه الا اني مش هقدر امنع نفسي من الحكم على الناس بالمظهر. ممكن احاول ابقى محايد على قد ما اقدر، بس مستحيل اعمل ده بشكل مثالي، لا انا ولا انت هنعرف. السؤال الثاني، البلاك بيل بتفرق في المعامله اللي انت بتتلقاها من البنات ولا من الشباب؟ الاجابه من الاثنين. خلي بالك ان البلاك بيل مش بس انت وسيم ولا مش وسيم، احنا مش على تيك توك هنا بنعمل فيديو نص دقيقه عشان الريتش. مفهوم البلاك بيل عندك لازم يتوسع للدلاله الشكليه، ان لو ملامحك حاده وغليظه الناس هتعاملك على انك شخص قاسي ومش مريح في التعامل حتى لو كان قلبك قلب خصايه. لو ملامحك هاديه وبشوشه الناس هتعاملك على انك شخص طيب وفي حالك حتى لو انت في الحقيقه جنكيز خان. فنقطه وسيم ومش وسيم دي بتنطبق لما تكون عايز تكسب اعجاب بنت. ساعتها اقول لك المعايير اللي بتشوفها على الانستجرام والوش المربع والعين المستطيله ليها دور كبير، لكن لو هنتكلم عن الفلسفه بشكل عام كده الكلام يختلف شويه. احنا كرجاله بنحترم الراجل اللي شكله راجل مش الوسيم، ومع ان الاثنين قريبين من بعض في حاجات لكن في اختلافات برضه. يعني لو سالت اي بنت تحبي تتجوزي راجل اصلع ولا بشعر، الغالبيه العظمى هتقول لك بشعر، مع ان بالنسبه لنا كرجاله الراجل الاصلع او اللي حالق كل شعره 100% شكله راجل اكتر وهيبه او انتميديتنج اكتر. برضه لو سالت ايه الجسم المفضل اكتر عند البنات هتلاقيه واحد معضل بس مش قوي، يعني فورمه واحد طبيعي بقاله 5 سنين في الجيم. لكن عندنا كرجاله اكتر جسم هتحسه انه راجل هو اللي عنده عضلات اكتر بشكل مطلق زي بيج رامي او روني كولمان. فالموضوع معقد شويه عن النسبه بين طول شفايفك وعرض حواجبك. السؤال الثالث، هل لو جيناتي وحشه مفيش اي حاجه اقدر اعملها؟
الإجابة لا، في كتير. صحيح إن أغلبنا، ولا بلاش أغلبنا عشان ما تزعلش، صحيح إن أنا مهما عملت مش هبقى سوبر موديل شديد الوسامة، بس في حاجات أقدر أعملها تطورني شوية وتخليني أكثر وسامة. مش هدخل في التفاصيل دي عشان ده مش موضوع الفيديو، واتكلمت بالتفصيل قبل كده في الفيديو ده، بس لو اشتغلت على نفسك واعتبرت الموضوع أولوية شكلك هيتحسن 100%. وفكرة إن لو جيناتك وحشة يبقى خلاص جيم أوفر دي فكرة خاطئة. ممكن تكون صح نسبيا عند البنات، لو واحدة ملامحها مش حلوة فما عندهاش حاجات كتير تقدر تعملها عشان تصلح ده، لكن احنا كرجالة الموضوع عندنا مختلف تماما. وانت نفسك تقدر دلوقتي تطلع 3 حاجات ممكن اغيرها في شكلي عشان يبقى احسن، وما دام عرفت تطلعهم لي يبقى هتعرف تطلعهم لنفسك قدام المراية. الموضوع مش مقتصر على الجيم، شوف الفيديو تحت في الديسكريبشن عشان تفهم كل حاجة. ملحوظة صغيرة، لو انت تخين او نسبة دهونك اكتر من 25% وبتفكر في الموضوع اصلا يبقى انت بتهزر. خس يا حبيبي، ومش بعيد تتفاجئ انك اوسم واحد في اصحابك وما تعرفش. السؤال الرابع، لو شكلي وحش هل ممكن اتجوز واحدة بتحبني؟ والاجابة باعتبار ان ما عندكش عيب خلقي يستلزم عملية جراحية لتصحيحه. وانا مش بتكلم عن الصلع او ان مناخيرك كبيرة شوية، انا بتكلم عن العيوب الخلقية الموجودة عندي في كتاب الامبريولوجي. فانت هتلاقي بنت او اكتر يحبوك ويعجبوا بشكلك. صحيح لو انت احمد عز او شين اوبري الموضوع هيبقى اسهل بالنسبة لك وهتجيلك فرص كتير، بس ده مش معناه ان مفيش بنت هتحبك. زي ما انت لو الاي كيو بتاعك 180 كاريرك العلمي هيبقى اسهل بكتير، بس ده مش معناه ان لو ذكائك متوسط مش هتقدر تبقى دكتور كبير او عالم ناجح. بص حواليك هتلاقي رجاله اوحش واقصر واتخن منك ومراتاتهم بيعشقوا التراب اللي ماشيين عليه حرفيا، والموضوع مش نادر لدرجه انك تقول عليه حاله شاذه. معايير البلاك بيل اللي انت بتقراها دي وانت حزين ومكتئب دي معايير عامه بتديك فكره عن الذوق العام، لكنها مش فرض على كل البنات. زي ما انت لو جبت 10 من صحابك هتلاقي منهم 8 عايزين بنت بيضاء و2 مستحيل يبصوا البنت الا لو كانت سمراء، 6 عايزين جسم متوسط، 2 عايزين بنت مليانه و2 عايزين بنت رفيعه. صحيح في ذوق عام، يعني في بنت اغلب الناس شايفه انها حلوه، بس اي بنت تعرفها هتلاقي شخص او اكتر شايفين انها جميله. نفس الشيء مع الرجاله، فعلا معجباتك مش هيبقوا قد معجبات احمد عز، بس انت كده كده مش ممثل ولا شخصيه عامه، وهوبفولي مش عايز تبقى زير نساء. انت مش محتاج غير ان واحده بس تبقى معجبه بيك اللي هي مراتك، فالموضوع مش بهذه الصعوبه. وعلى فكره بقى حتى لو عايز تبقى زير نساء فالموضوع ممكن، بس مش هنحكي فيه. احنا بنحكي فيه لو انت النهارده عايز تتجوز، لو في 5 بنات مناسبين ليك وعاجبينك وشايف صفاتهم كويسه، اكيد على الاقل واحده منهم هتبقى معجبه بشكلك وشايفاك شخص كويس، والنسبه بتزيد لو انت مهتم بكل العوامل اللي اتكلمنا عنها، العوامل اللي تحت تحكمك، وكمان عامل سبسكرايب لراجل مش مان. السؤال الخامس، اذا كان الموضوع مش بالبؤس اللي بيقولوا عليه ده، ليه فلسفه الحبه السوداء مشهوره قوي كده؟ ليه ناس كتير بترددها؟ ليه فكر مدمر زي ده وصل لي؟ الاجابه في كلمه واحده، الكسل. عمري ما شفت شخص واحد من اللي بيتكلموا في البلاك بيل وان جيناتك بتحدد مصيرك وان خلاص مفيش امل نركز كل العوامل اللي تحت تحكمه. وزنك 120 كيلو، ما بتسرحش شعرك، وسايب دقنك بايظه، ولبسك مبهدل، وحواجبك واصله في بعضيها، وتقول لي جيناتي وحشه. هو انت يا ابني عارف ايه جيناتك اصلا؟ ولا عارف فكك عريض ولا رفيع من الخدود اللي ماليه وشك دي؟ انت تعبت وحطيت مجهود عشان تحسن شكلك قبل ما تقول ان خلاص مفيش حل. انت فاكر ان في حد بيصحى من النوم وسيم من غير تعب او مجهود؟ المودلز بيهتموا بشكلهم وجسمهم ولبسهم، وفي منهم اللي بيحط ميك اب عشان يظهر لك بالشكل ده. فمش معقول انت يا ابو جينات عاده، ولا بلاش انت، مش معقول انا ابو جينات عاده ما احطش مجهود. انا عارف ان في حاجات مش هتتغير زي طولك او لون عينك، بس انت ليه بتسال على زيادات المحاضره قبل ما تذاكر البي دي؟ اغلب الشباب اللي فاكره ان مفيش امل عشان شكلهم مش عاجبهم ما جربوش اصلا على ارض الواقع. ما تقدمش لواحده فرفضته فبنى نظريته على الموضوع ده، لان اليوتيوبر المشهور قال له لو الجو لاين بتاعك مش زي جيجا تشات مفيش واحده هتبص لك، وطبعا عنده مليون سبسكرايبر فخد كلامه على انه قران منزل. وحتى يا عم لو اتقدمت لواحده ورفضتك ده مش معناه ان مفيش امل، ده معناه ان مفيش امل مع البنت دي، هي مش اخر بنت في الكون. بالمناسبه لو جربت تطبيقات المواعده او ديتنج ابس زي تندر وغيره فانت هتاخد فكره غلط عن الموضوع. تندر حاجه والعالم الواقعي حاجه تانية، والحمد لله ان التطبيق ده مش منتشر عندنا هو واخواته. السؤال السادس، هل فعلا الاتراكشن او الانجذاب او ان واحده تعجب بيا وتشوفني حاجه واو مبني على الشكل بس، ان مظهري حلو او وحش؟ الاجابه ولا. في اول 15 ثانيه. الانجذاب بيتبني على عوامل المظهر، دي الحاجات اللي انت بتشوفها، وعوامل المظهر هنا تشمل الحاجات اللي ما تقدرش تغيرها زي طولك وقطر فتحه مناخيرك، والحاجات اللي تقدر تغيرها زي شعرك وسنينك ولبسك وريحتك. ما هو بالعقل. لو انا دخلت شركه ولقيت 6 اشخاص قاعدين وعايز اعرف مين فيهم المدير، 5 لابسين تيشيرتات وواحد لابس بدله وكرافته، بديهي هفكر ان ابو بدله ده هو مدير الشركه. ممكن بعد كده اعرف انه اصغر موظف هنا، بس الكلام ده بيجي بعدين. في البدايه ما عنديش اي حاجه احكم عليها غير المظاهر، ولكن بعد اول انطباع اجابه السؤال بتبقى لا، ما زال المظهر
المظهر مهم وما زلت لازم تلبس كويس وتستحمى، بس الانجذاب بيبدا يبقى مالتي فاكتوريال او ليه عوامل كتير بتدخل مع بعضها. والخبر الحلو ان اغلب العوامل دي تقدر تتحكم فيها. وانا مش بتكلم عن الفلوس، انك تبقى غني ده مش بيزود الاتراكشن، ده بيزود احتماليه انك انت تبقى زوج مناسب بس. والنجاح نفسه ممكن يكون جذاب بس ده مش موضوعنا دلوقتي. القيمه الاجتماعيه او الستيتس، شخصيتك والكاريزما بتاعتك، طريقتك في الكلام وازاي بتارتكيوليت افكارك مع بعض، مهاراتك في الحياه او السكيلز اللي عندك انك تعرف تعمل دي وتصلح دي. كل العوامل دي بتشترك مع بعض ومع المظهر الخارجي في تكوين الهاله بتاعتك، الهاله اللي ممكن تخلي اي حد يبقى منجذب او ينبهر بيه. ايوه انت محتاج وقت اكتر من اللي شكله سوبر موديل عشان تحصل على الاعجاب ده، بس هو انت اصلا هتستفيد ايه من اعجاب شخص ماشي في الشارع لا عمرك هتشوفه ولا هيشوفك تاني؟ مفيش حد بيحسب لك سكور، انت محتاج اعجاب الناس اللي بتتعامل معاهم بس، الناس اللي عارفه شخصيتك ومهاراتك وكل الحاجات التانيه اللي تحت تحكمك. السؤال السابع والاخير، لو شكلي وحش او مضايق اعمل إيه؟ مش هديك كلام نظري، مش هقول لك حب نفسك زي ما انت، مش هقول لك بص على الموديلز اللي حاطين ميك اب وعاملين عمليات بلاستيك ولسه برضه فيهم عيوب. انا هقول لك جرب بنفسك، ادي نفسك وقت سنه 2 3، اهتم بشكلك واشتغل على نفسك وخلي الموضوع اولويه، وبعدها انزل ارض الواقع وشوف الموضوع فرق معاك ولا لا. ولو لقيت ان لسه حوارات البلاك بيل دي فارقه معاك يبقى انا بطلها احسن. اتفرج على الفيديو ده، طبق كل اللي فيه وما تشغلش بالك بالعوامل اللي ما تقدرش تغيرها، هتكتشف ان الموضوع عادي وسهل وجيناتك مش هي اللي مدمره حياتك، كسلك هو السبب. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.